قضية اليوم دارت الأحداث ديالها بنواحي مدينة مكناس، ولكن حنا ما غاديش نبداو القضية من مدينة مكناس، بل غادي نبداوها من مدينة الدار البيضاء. واحد العائلة أو أسرة اللي تتكون من الأب والزوجة ديالو، عندهم جوج ديال الأبناء ذكور، واحد في العمر ديالو تقريبا ديك 30 سنة، والولد صغير في العمر ديالو ديك 18 19 سنة. هاد الناس هادو كارين واحد السكن بسيط على قد الحال. الأب تيخرج يخدم، هذيك السيدة الزوجة ديالو تتقابل للدار. هذاك الولد اللي في العمر ديالو 30 سنة، الجوج ساكن مع موالين الدار ديالهم، كاين واحد السفلية كبيرة، ومسكن الزوجة ديالو عنده واحد الوليد صغير. هذاك الولد اللي في العمر ديالو كيف قلنا ديك 19 20 سنة، انقطع عن الدراسة في واحد السن مبكر، ما كملش الدراسات ديالو، خرج بدا تيتعاطى الحرفة، كيتعاطى الصنعة، تيتعاطى التجارة، بقى تيخدم هنا تيخدم هنا، حتى الولد شد في هاد الحرفة ديال القبص، تعلم القبص ولا تيخدم مع الناس قباصة. ولكن واحد النهار الولد خدمو في شي دار، هذيك الدار اللي خدمو فيها شي اجزاء ديال السيارات حطهم في الدار تمايا. الولد غرو الشيطان، سرق شي حاجه من تمايا وتورط في هذه القضيه، وغادي يتحكم بسنه ونصف. لقيت اللي الولد تحكم بهذه السنه ونصف هو تيقضي في العقوبه السجنيه ديالو. الاب ديالو جاتو واحد الخدمه في مدينه مكناس، شي خدمه اللي غادي يخدم فيها هو وهذاك ولدو اللي في العمر ديالو تقريبا ديك 30 سنه، وهما غير كاينين في مدينة الدار البيضاء. هزو الرحيل ديالهم ومشاو لمدينة مكناس، كراو تمايا في واحد الحي شعبي، حي بسيط، وبداو خدامين. مرة تيزورو هذاك الولد في السجن وخبروه، قالوا له ودي حنا راه ما بقينا ساكنين في مدينة الدار البيضاء، حنا سكننا في مدينة مكناس. واحد الوقيته الولد تم الإخراج عنه من السجن ومشى لمكناس عند الوالدين ديالو فين سكنوا وفين كراو في واحد الحي شعبي كيف قلت. وباه وخوه الكبير اللي في العمر ديالو 30 سنة تيخرجوا تيمشيو للخدمة. الولد تيضل غير تما في الدار، دازت واحد المدة ديال الخروج ديالو من السجن، واحد الأسبوع. الولد كيفاق معطل تيخرج كيف ما يقوارو، تيجي هنا تيجي هنا، ما خدام ما رداب، عاد خرج هو من السجن. حتى لواحد الليلة الولد حسب ما غادي تصرح به الأم ديالو الزوجة ديال خوه، قالت له ودي راه اليوم فاق حتى الربعة ديال العشية وخرج كالعادة ديالو. الولد تيتسناوه يدخل، وصلت 5 وصلت 6 وصلت 7، هو تما ما عنده لا صحاب لا والو اللي غنقدروا نقولوا مشى عند شي صاحبو. الولد ما خدامش، بقاو تيتسناو توصلت تقريبا شي 10 ديال الليل. الولد ما عنده لا تليفون لا والو باش غادي يتصلوا به. الناس كيف قلت جاو لعند الناس ديال الشرطه، قال لك اودي راه واحد الولد يلاه عاد خرج من السجن غير دابا تقريبا واحد الاسبوع، وحنا عاد جينا هنايا لمدينه مكناس، كنا ساكنين من قبل في مدينه الدار البيضاء، وهو هنا راه ما عنده لا صحاب لا والو وما عنده لا خدمه، ما عنده فين يمشي. قال لك ماشي من عادته، دابا تقريبا راه واحد الاسبوع ولا 10 ايام باش خرج من السجن، تيخرج تيكمي هنا تيرجع، لا تعطل تيمشي للقهوه واحد نص ساعه ولا ساعه وتيرجع. قال لك سيدي اليوم راه تعطل بزاف، حنا ما عندناش التليفون باش غادي نتصلوا به، هو كذلك ما عندوش التليفون. هاد الولد شحال في العمر ديالو؟ قال لك اودي راه تقريبا عنده واحد 20 ولا 21 سنه. عطاوهم جميع المعلومات اللي كتعلق بالهويه ديال هذا الابن مبحوثا او المختفي. الناس ديال الشرطه كاجراءات يدي تم التنسيق مع بعض المصالح والاتصال بهم. قال لك اودي كمصلحه حوادث قال لك اودي لا ما تم تسجيل حتى شي حادثه تصير باسم هذا الولد او لا شي حاله اللي هي مجهوله. مستودع الاموات قال لك اودي ما ورداش علينا حتى شي حاله وفاه بهذا الاسم او لا شي ولد بهذه المواصفات او في هذا السن. المستشفيات اقسام الانعاش والمستعجلات كذلك الناس ديال الحراسه النظريه اذا هذا الولد غبر الولد بقى صار واش موالفه من عادته. تيقول لك اودي راه من عادته لما كنا في الدار البيضاء تيتعطل تيدخل حتى ل 12 لوحده، ولكن تيبقى مع صحابو. قال لك اودي حنا الوقيته اللي هو تحكم بسنه ونصف كنا هذيك الساعه في مدينه الدار البيضاء، والوقيته اللي كيقضي هو في العقوبه ديالو حنا جينا هنا لمكناس، اذا هو راه ما تعرف حتى شي حد هنا. والناس ديال
الشرطه حضرونا محضر البحث لفائده العائله، وقال لهم ودي بحثوا من جهتكم، حنا اللي علينا حنا غادي نديرو توزعت واحد البرقيه على جميع المخافر ديال الامن والدرك على مستوى المدينه على المستوى الوطني، بان هذه من الاجراءات الاعتياديه لما تيكون شي شخص حاله اختفاء شي فرد من افراد الاسره ديالك، راه كتوزع واحد البرقيه على الصعيد الوطني بان هذا الولد هذا راه مبحوث عليه من طرف العائله. هاد الناس هادو خرجوا هذيك الليله تيبحثونا تيسولونا، ولكن مع الاسف هذيك الليله ما كاين حتى شي حاجه نهائيا. غدا في الصباح شنو غادي يوقع؟ تقريبا ميقات ديك السبعه ديال الصباح خارج مدينه مكناس فواحد المنطقه تابعه لمنطقه النفوذ ديال الدرك الملكي، شي ناس جايين دايزين جايبين وليداتهم غاديين بهم للمدرسه في هذاك الصباح، تيلقاو واحد الجثه على قارعه الطريق فواحد الارض فلاحيه تما. هاد الارض هادي مغطاه بالاشجار وكاين تما داك النخيل، بالكاد انه تقدر دوز من تما من هذيك الطريق، والا ما كنتيش تتحكر وتعرف قوه الملاحظه ما تنتبه لوالو. الولد تيبان بانه مرمي شي حد تمايا ولكن ما بينش كامل. بعض الناس بعض النساء بعض الرجال بعض الوليدات الصغار تقربوا من هذاك المكان تيبان لهم بان السيد مقتول، ولد شاب تقريبا كيف قلنا في 20 او 21 سنه. الولد المضروب في الوجه ديالو فيه دي سيكاتريس، فيه شي ضربات بشي سكين وضربات كثير في الوجه ديالو، والملابس ديالهم مطويه بالدماء. شنو كاين؟ ما كاين راه الجثه هنايا ديال شي ولد راه قاتلينو ورامينو هنايا. تجمعوا بعض الناس تخبروا بالدرك الملكي، حلوا بعين المكان. جاو كذلك الناس ديال التشخيص القضائي، شنو كاين ما كاين. درك اودي راه هاد الولد عثروا عليه هاد الناس هادو هاد الصباح غاديين بوليداتهم من المدرسه، كيبان لهم بان هاد الولد هذا مقتول. فين مقتول؟ وسط هذاك النخيل. هذاك السيد صاحب هذيك الارض تيزرع هذاك النخيل وتيبيعو. شكون هاد الولد؟ حتى شي حد من هذوك الناس اللي كانوا حاضرين بعين المكان ما تعرف عليه، لان الناس لاول مره شافوا الجثه قبل ما يجيو الناس ديال الدرك الملكي وما تعرفوش عليه، ما عرفوش. تبين بان هذاك الولد براني. قلبوا حد الجيوب ديالو تيلقاو واحد البزطام تما، بزطام صغير فيه واحد بطاقه تعريف فيه شي حاجه ديال الفلوس، وهذه كتكون من المحاسن اللي كتسهل عمليه البحث والتحري في القضيه، هو ان الهويه ديال الضحيه تتعرف في اي مكان او في مسرح الجريمه. لان باش تحدد الهويه راه ماشي بالامر يسير، وما يمكنش تنطلق بالابحاث والتحريات الا من تحديد الهويه. لا يمكن انك تبحث كانك تبحث عن الفراغ، تبحث عن ماذا؟ عن لا شيء. ولا بد خاص تحديد الهويه باش كتعرف شكون هو الولد، منين تينحدر، مش على الجهه هنايا، واش عندهم شي عائله، واش ضروري تحديد الهويه. وكتعتبر الهاجس الاول لدى المحققين سواء الدرك الملكي او الناس ديال الشرطه. هذاك السيد مول الارض جا هو تما لعين المكان، قال لك اودي الارض ديالي. هو فين ساكن؟ قال لك اودي فين ساكن انايا؟ الدار ديالو حدا هذاك النخيل. قال لي هاد الجثه ما شفتيهاش؟ قال لك اودي ما شفتش. قال لك انا تنعس شويه بكري، قال لك يقدروا يكونوا حطوه غير هذا الصباح. وتبين لان الناس ديال الدرك الملكي والناس ديال التشخيص القضائي تبين لهم بان الولد ما تقتلش تمايا بناء على معطيات تعرفوها الناس ديال التشخيص القضائي في مسرح الجريمه. واش هذا مسرح الجريمه الحقيقي او لا مكان ثانوي اللي تخلصوا من الجثه عن طريق وضعها في هذا المكان؟ تبين بان الطريقه باش محطوط تما طريقه منتظمه ومتراصه ومستقيمه ومرمي تما، ما كاينش اثار، ما كاينش ما يفيد بان كان شي مضاربه هنايا. ونزيد واحد القضيه، هذاك المكان ما كاينش فين يوقفوا، ما يمكنش يدوزوا جوج ديال الناس لان كاين نخيل في هذا الصف وفي هذا الصف وفي هذا الصف، وصعيب الانسان يجي حتى لتمايا وعادي يضارب وعاد كذا. وحتى اثار ديال الدماء لان الولد مضروب كيف قلت الوجه ديالو مضروب بشي سكين بشي حاجه حاده، تبين بان هذا الشيء انتقام، ضاربين ليه الوجه ديالو محصرين ليه في الخدود ديالو. ولكن عنده كذلك ضربه على مستوى الصدر، وعنده كذلك واحد الضربه تحت البطن ديالو في المثانه ديالو اللي كتعتبر ضربه قاتله، لا هي ولا الضربه اللي تسددت على مستوى الصدر. كان نزيف حاد، كان نزيف ديال الدم كثير، ولكن هذاك الدماء اللي لقاو تما كيبين بانه الولد ما تقتلش هنايا، لان الدم ما لقاوش في الارض، لقاو فقط في الملابس ديال الضحيه. تبين بان هذا الولد هذا حسب بطاقه التعريف ديالو مصوب على مدينه الدار البيضاء.
الا كان هذا الولد هذا مدينه الدار البيضاء اش جا تيدير هنايا بالنسبه للبوليس، عفوا بالنسبه للناس ديال الدرك الملكي اللي طرحوا هذا السؤال، اش كي جا تيدير الولد هنايا؟ تم نقل الجثه لمستودع الاموات، خداو الاقوال ديال الناس تما تيقولوا دير الولد ما تنعرفوش. كيفاش اكتشفنا الجثه؟ حنا مارين هنا غادي بوليداتنا المؤسسه تيجلسوا بها، وهذا الشيء اللي كاين. هذاك السيد تيقول ودي انا تنعس بكري ما تنتبه شكون جا هنا ولا شكون خرج معنا او كذا او كذا. تخبرت النيابه العامه بالامر، الولد ها الهويه ديالو كاينه، ولكن واش هذا الولد هذا عنده شي محضر البحث لفائده العائله حطوا العائله على ودو؟ وبالفعل توصلوا الجدرميه من خلال واحد محضر البحث لفائده العائله اللي تحقق البارح. هاد الناس ديال الشرطه من مدينه مكناس منطقه النفوذ ديالهم تلقاو دي بان واحد الولد المسمى فلان بالفلان راه العائله ديالو تتبحث عليه بانه مختفي وبانه كذا وكذا. قالوا لي مودي بان راه كاين واحد الجثه ديال واحد الولد لقيناه في المنطقه الفلانيه، راه نفس الاسم ونفس النسب، لان الوالدين ديال الولد المختفي لما جاو عند البوليس ما عندهمش بطاقه تعريف باش يقولوا لي بها راه بطاقه التعريف ديالو، فقط تيقول لك اودي الاسم ديالو وعلى النسب ديالو. كاين بعض العائلات اللي تيقول لك اودي انا راه عاقل على تاريخ الزديات ديالو 13/4 1993 ولا في 2000 او كذا او كذا. وكاين بعض العائلات اللي تيقول لك اودي راه المعلومات اللي نقدر ندير بها راه هو السميه والكنيه، هادشي اللي تنعرف. قالوا لي مودي يجي عندنا الله يجزيكم بخير دابا في الحين. بالفعل الناس ديال الشرطه اتصلوا بهذوك الناس، تواصلوا معاهم قالوا مودي جيو عندنا، جيو عندهم تما المخفر، قال لي مودي غادي تمشيو للمنطقه الفلانيه اللي عند الدرك الملكي، راه لقاو واحد الجثه هذا الصباح، راه تقريبا لقاو واحد بطاقه التعريف في الجيب ديال الولد ديالكم، ديال هذاك الولد عفوا، راه يقدر يكون الولد ديالكم لانه راه تيحمل نفس الاسم اللي دليتو به واللي صرحتو به في محضر البحث لفائده العائله. هذوك الناس بالفعل جاو لعند الدرك الملكي، تاكدوا بعد ما رافقوهم لمستودع الاموات وشافوا الجثه، قال لك اودي هذا هو الولد ديالنا. فين تيسكن هذا الولد؟ قال لك اودي حنا راه تنسكنوا غير هنا في مكناس. ايوا ولكن هذا الولد هذه بطاقه التعريف ديالو هذه. قال لك ايوا هذه راه مصاوبه على النت. قال لك اودي حنا ماشي بزاف باش جينا هنايا، تقريبا واحد العام باش جينا سكننا في مدينه مكناس، ها غير كايرين هنايا. حنا رجينا من مدينه الدار البيضاء كنا كايرين تما، جاتنا شي خدمه هنايا وهكا اش كاين اش كاين. وهذا الولد هذا راه عاد خرج من الحبس، راه ماشي بزاف تقريبا واحد الاسبوع ولا 10 ايام. وبالفعل بعد ما يتمكن بطاقه التعريف ديال هذا الولد اتضح بانه كان دوز واحد السنه ونصف على ود السرقه. قال لك اودي الوقيته اللي خرج هو من الحبس جا عندنا هنا مدينه مكناس دابا تقريبا واحد الاسبوع. اذا الولد براني ما عنده صحابو هنا، ما عنده حتى شي حد. قال لك اودي لا، واش هذا الولد عنده شي عداوه مع شي حد، عنده شي خيسان؟ قال لك اودي لا نهائيا. والوزن الوجه ديالو هذا لما تنقولوا شي حد راه ضرب شي حد الوجوه اذا عنده معاه شي عداوه ولا شي حساب، شي حسابات هذه. ولكن هاد الناس يقول لك اودي لا، الولد راه خرج من الحبس راه ما عندوش حتى صحابو، راه ما كيعمر مع حد. واخا كاين الناس ديال الدرك الملكي خبروهم، قالوا لهم ودي بان هاد الولد هذا راه ما تقتلش في المكان الفلاني، راه تقتل في شي مكان اخر. شنو وقع في هاد القضيه هذه؟ ماشي الامر تيتعلق بشي انتقام، ولكن العائله تما تيقول لك اودي لا، الولد ديالنا ما عنده حتى شي تسويت حسابات مع شي حد ولا شي خصام او عداوه، والولد باقي صغير في العمر ديالو تقريبا 20 او 21 سنه، تقعد في السجن وهو في السن ديال 19 عام. على اي انا غادي نشير لواحد النقطه، ان النيابه العامه حسمت واتخذت واحد القرار، وعلى اي اساس اخذت هذا القرار الله اعلم، ولكن هذا الشيء تيوقع. احداث هاد لافير هادي من عند الناس ديال الدرك الملكي ولقاتها على الناس ديال الشرطه، على اعتبار ربما لتسهيل المهام. ربما هاد الناس هادو او الضحيه تيسكن في منطقه نفوذ ديال الشرطه، وبين محضر البحث لفائده العائله تحط عند الناس ديال الشرطه. دونك هاد الدوسي هذا جا لعند الناس ديال الامن الوطني. واخا في اطار استكمال البحث والتحريات عاودوا الناس ديال الشرطه استدعوا العائله ديال هاد الولد، تيأكدوا
وتيجزموا وتيحسموا بانه هذا الولد هذا راه عاد خرج من الحبس وهو ماشي ولد مكناس، هو اصلا عاد خرج من السجن. اي الموجود ديالو في مدينه مكناس يلاه دابا واحد الاسبوع ولا 10 ايام، راه ما تعرف حتى شي حد وما عنده عداوه مع حتى شي حد. الناس ديال البوليس فكروا واحد القضيه، قالوا ربما بما ان الولد مدوز السجن، عرفوا هذا الولد هذا علاش مدوز السجن وتاكدوا بانه على ود السرقه، اللي مش هذا السيد هذا اللي سرق ليه، كما يكون هو اللي انتقل. قال لك اودي هذاك السيد ما مساليش، داك السيد كيمشي لبرا احتمال كبير يكون دابا في اوروبا. وبالفعل هذاك الاب ديال الضحيه اتصل بواحد السيد كان تعرفو تما في الدار البيضاء وسولو على داك السيد، قال لي ودي راه في ايطاليا دابا، وقال لي دابا تقريبا واحد 4 شهور هذه مازال ما رجع. تاكد بان السيد بالفعل ما عنده حتى شي علاقه بالقتل ديالو. واخ الجثه تحالت على الطبيب الشرعي. الطبيب الشرعي قال لك اودي بان هذا الولد هذا كان في حاله السكر، عيب، كان شارب الخمر. قال لك اودي بان راه عنده هذيك الضربه في الوجه ديالو او جوج ديال الضربات، عنده ضربه هنا في الخد الايمن وفي الخد الايسر، كذلك عنده واحد الضربه. وهذا الشيء لاحظوه الناس ديال الدرك الملكي في اطار محضر معينه، في واحد الضربه في الصدر ديالو وضربه في تحت البطن ديالو اي في المثانه. قال لك وعنده واحد الضربه في الظهر ديالو، هذيك الضربه ماشي بشي اله حاده ولكن بشي اله راده، بشي زرواطه. بقى الاثار ديالو، بقى الاطراس في الدار ديال الولد. اذا هذا شي اعتداء، اذا الولد كان مع شي وحدين او ربما الله اعلم شنو وقع. ولكن العائله ديال الولد لما سمعوا بان الولد ديالهم كان سكران قال لك اودي هو ما عندوش فلوس باش يشرب، قال لك ما عنده حتى ريال، ولكن انا بغيت يخلي لي 10 دراهم ولا 15 درهم باش يكمي وباش يمشي للقهوه. كيفاش هاد الولد غادي يشرب؟ ونزيد واحد القضيه، الطبيب قال لك اودي الولد هذا راه شارب واحد الكميه لا باس بها، راه ماشي شارب شي كميه لا قليله، تقريبا شارب واحد لترين ونصف، مثلا عرفوا لترين ونصف ديال الخمر شحال. اذا الولد ما عندهش فلوس، اذا كان تيشرب مع شي حد، شكون هذا اللي يشرب معاه؟ والله اعلم. والولد عاد خرج جديد. اذا كنظن هنايا الى البوليس توصلوا لمعرفه الشخص اللي كان تيشرب مع الولد، غادي توصلوا لواحد، غادي يكون قطعوا واحد الجزء كبير بزاف هذه القضيه هذه. والظاهر من خلال التقرير ديال الطبيب الشرعي بان الامر ما تيتعلقش بجاني واحد، ربما جوج ديال الجونات ربما اكثر. علاش؟ لان الطبيب تيقول ودي بان الاداه اللي تستعمل في القتل او في الاعتداء ديال الضحيه هما جوج ديال الادوات، اداه حاده واداه راده، بمعنى سكين وشي زرواطه، لان هو مضروب الظهر ديالو، عنده شي اطراس ديال الضرب، ربما بشي عصا ولا بشي يمكن شي قطيب ديال الحديد. كيف شكون هما الناس الله اعلم. جاو البوليس رجعوا للدار تمايا ديال الضحيه فين تيسكن، حاولوا يسولوا بعض الجيران تما، ولكن مع الاسف شي حد اللي غايدير لي بشي معلومه يقول لهم ودي هذاك الولد راني شفتو مع فلان او فلان وفلان، ما كاينش. ولكن الاخ ديال الضحيه قال لك ودي اخويا راه تيجلس في القهوه الفلانيه، فين قال لك القهوه بفراس الدرب، كاين تما واحد القهوه او على قد الحال تيجلسوا في هذوك الناس ديال صحاب المخدرات، هذا تيكمي الجوانات هذا كذا هذا كذا. دخلوا تمايا كيسولوا، عندهم صوره ديال الضحيه. يمد الله يجزيكم بخير، هذا الولد هذا تيجينا واحد الناديله تما، قالت لك راه تيجي، قالت لك ماشي بزاف، شحال دابا تقريبا واش ولا تيجي المقهى، وقالت لك تقريبا شي اسبوع هذا هكاك. قالت لك راه تيجي، عارفين تيجلس هذه البلاصه ديالو اللي تيجلس فيها، تيجي مع شي حد. قالت لك ودي ما تيجيبش ما كيجي مع حتى شي حد، ولكن دابا تقريبا راه واحد يومين جا معاه واحد الولد، جا هو وياه دخلوا بجوج لمقهى وجلسوا وكونسوماو داكشي اللي بغاو. قلت لك تزاد عليهم واحد اتى جا عندهم، قال لك ودي هذاك الواحد اللي جا عنده موطور، حط الموطور ديالو تما ودخل هنايا. وهذوك الجوج اللي جاو مع هذا الولد عمرني شفتهم، ومع عمرني عاود شفتهم من بعد، جاو معاه في هذيك الليله ماش تقريبا. وقال لك ودي ابني قاد ديك ستونس هكاك، كانوا مسكرانين داك اللاسين، كانوا مسكرانين بقاو جالسين تما. هذاك اللي تزاد عليهم تا هو خد الكونسوم داكشي اللي بغا، وبقاو تيكميو تما حتى لواحد الوقيته خرجوا. ولكن النادي اش تقول ودي هذاك الولد اللي تزاد عليه وعنده الموطور، خلى الموطور لصحابو
يحل الموتور للضحيه، وهذاك اللي كان جالس معاه في الاول قال لك هو مشى على رجليه. كي داير هذول ودارت له الدراع الولد اللي كان جا الثاني على الموتور، داتك قصير وابيض، والاخر داتك تا هو ابيض ولكن متوسط شويه في الطون. متاكد بان هذا الولد، قالت له ودي انا متاكد هذا الولد هذا، قلت راه فين تيجي تيجلس راه ما تيعمر مع حد، ما تيتكلم مع حد، ولكن اول مره غتشوفو مجمع مع شي حد هو هذا في النهار هذيك الليله بالضبط. ولكن شكون هما هاد الناس الله اعلم. السيده تقول ودي انا الى شفتهم راني نتعرف عليهم. كيدير الموتور؟ قالت الموتور كبير، موتور في سكوتر، ولكن هي بعد ما عطاوها الكتالوج ديال الدراجات الناريه مشات مباشره للاس اش. لان كاين بعض الناس تيقول لك اودي راه طوموبيل زعقه ولكن ما كيعرفش النوعيه ديالها، ما كيعرفش العلامات ديال المرسيدس ولا ديال البي ام او كذا وكذا. تيكون واحد الكتالوج هذا في اطار الجهاد ديال الناس ديال الطريق ولا الناس ديال الشرطه، تيبقاو تيقول لي واش بحال هادي بحال هادي، تيقول لك لا بحال هادي وفي هذا اللون، تبين بان الامر تيتعلق بالاس اش وهي تقول اس اش بيضاء. ولكن انا نبغي نشير لواحد النقطه. النتيجه تتقول ودي هادوك جوج ديال الاولاد اللي كانوا مع الضحيه ما عمرني سبق لي شفتهم، اذا هما ما كينحادوش من هذا الدرب هادو، مع الدرب هذا عفوا. قالوا له واش شي حد تيسخر هنا؟ قالت ودي ما عرفتش كيفاش ما عرفت، ديال حيت انا ماشي بزاف باش خدمت هنا في هذا المكان، او تقريبا عاد واحد الشهر هذا انا جيت من مدينه تاونات. قالت انا ساكنه غير مع الاخت ديالي، اذا انت ما تعرفيش الساكنه ديال هنا بزاف. قالت لا، هذاك السيد اللي مول القهوه هو تما. قال لك ودي ما نتابعتش شكون دخل تما ولا شكون جا. الناديله تكلموا مع الناديله، اذا الناديله ما تعرفش شكون اللي براني ولا شكون اللي ما برانيش. وهذيك القهوه اللي كان جالسه الضحيه قريبه للدار ديالهم في راس الدرب، والولد الا كان غادي يدير شي علاقه ولا غيتعرف على شي حد فاكيد راه غير من المحيط ديالو تما. بحثوا في هذه القضيه ديال شي حد اللي عنده شي اس اش بيضاء، درجه ناريه من اس اش بيضاء اللون. واحد الولد اللي هو الاخ ديال الضحيه قال البوليس ودي راه كاين واحد الولد راه تيسكن منفصل مع فين كايرين حنايا. قال لك عنده واحد الاس اش بيضاء. كي داير هذا الولد؟ قال لك ودي حتى هو ابيض وقصير شويه. قال لك يكون عنده واحد صاحبه هو بنفس المواصفات اللي دات بها النادله. اذا هذه معلومه مزيانه. خرجوا البوليس في هذيك اللحظه توجهوا للحي اللي تيسكن فيه الضحيه. الاول تيقول لهم ودي فين تيسكنوا؟ فين تيدخل الموطور الكراج ديالو. لقاو واحد السيد تما اللي هو الاب، عنده واحد الطوموبيل ديالو لقاو تيخرج فيها. السلام عليكم بالسلام، ديروا لي ولدك كاين هنا؟ قال كاين واحد فولادي ديروا لي اللي عنده الموتور اس اش. قال لك ودي الموتور اس اش راه دير ولادي بثلاثه، عندي ولادي ثلاثه كياخذوا داك الموتور. قالوا لي ودي الولد ابيض وقصير. قال لك ودي ولدي اللي قصير راه هو فلان. شحال في العمر ديالك؟ قال لك في العمر ديالو 23 سنه. قال فين هو؟ قال لك ودي راه خارج الموتور كاين هنا. قال لك لا ما كاينش هنا. عنده هو؟ قال لك عنده هو خارج به. يمشى خرج. قال لك ماشي بزاف دابا تقريبا واحد الساعه، وهذا الشيء معاش تقريبا مع شي وحده ديال النهار، معاش يقدر يرجع. قال لك اودي ما نعرف. عنده التليفون؟ قال لك عنده التليفون. اتصل بالله يجزيك بخير، قولي جي دابا للدار، ما تقولش لي راه البوليس، قولي غير جي دابا تجي عندي. بالفعل الاب ديالو اتصل به في هذيك اللحظه، حضر الولد تمايا. باش نزيد واحد النقطه اللي كانت مهمه جدا. الولد لو لقيتها اللي جاب حسب ما جا في المسطره، جاب الموطور جا معاه واحد خينا راكب وراح، اللي كتنطبق عليه تماما نفس المواصفات اللي دات بها النادله. قالت لك اودي راه جوج ديال الشبان، واحد متوسط في الطول ابيض، واحد قصير ابيض. اذا هما جوج ديال الناس هما اللي كانوا مع الضحيه في النهار. قال الله يجزيك بخير، خلي هذا الموطور هذا خليه هنا في الدار، واجيو نتوما بجوج غادي تمشيو معانا. الاب تيقول لهم ديالك ما كيما تقول لهم ودي الحق علينا حتى الكوميساريه. في المركز جابوا النادله خلوها تما. قالوا له واش هاد الناس هما اللي كانوا مع الضحيه؟ قلت لكم هما هادو. قالت لك ودي هذا هو اللي جا الاخر كان جاب الموطور، وهذا جا هو الضحيه، هما اللي دخلوا الاولين للقهوه. البوليس عطاهم ديك الصوره ديال هذاك الولد. تعرفوا الولد؟ قال لك تنعرفوا فين كتعرفوا؟ قال لك ودي راه تيسكن اونفاس مع الدار ديالنا، هذا مول الموطور. ايوا كنتي معاه في الليله الفلانيه؟ قال لك
ايوا فين مشيتو؟ لان النادله تتقول لما خرجتو مشيتي انت وياه، اي ان هذاك الولد اللي جا الثالث بالموطور، الموطور ماشي ديالو، ديال اللي كان جالس مع الولد في المقهى. صاحبك مشى على رجليه وانت ركبتو على الموطور. فين مشيتو؟ من هذيك الليله الولد اختفى، وانتم في خبرهم ان الولد لقيناه مقتول، وما جا حتى شي واحد فيكم تيدلي بالاقوال. فين مشيتو؟ وقال لك انا كاين تندورو انا وياه. صاحبي مشى لدارهم، ولكن صاحبو ما تيسمعش هاد الهضره، لان لقيتي اللي قاولين من قبل تيبحثوا معاهم فرادى. ايوا وقال لك حطيتو في الدار ديالهم مزيان. ما شربتوش؟ قال لك لا. تتشرب انت؟ قال لك تنشرب مره مره. هذا صاحبو الثاني ماشي مول الموطور، في الاخر. قال لي صاحبك فين دار ولد؟ وقال لك مشاو تيشربوا. كنتي معاهم انت؟ وقال لك السيدي صراحه راني كنت معاهم. شحال نتوما كنتو؟ وقال لك حنا بجوج وهذاك الولد اللي لقيتو مقتول. فين بقى الولد؟ اللي شوف باش نكون واضح معك واحد القضيه، اللي غير قول لي بغيتي تقول الحقيقه، راه غتعرف. باش نزيد واحد القضيه نشير ليها، هي انه لما تيكونوا جوج ديال الجونات او ثلاثه ديال الجونات، او بصفه عامه كيكون القضيه فيها اكثر من جاني، كتكون سهله بزاف. كتسهل عمليه البحث والتحري، وتيبحثوا الناس ديال الشرطه ولا الناس ديال الدرك الملكي في ثنايا الحيثيات والملابسات، وتوصل للحقيقه الماديه بدون عناء. وحتى السر، هادشي تنطلي الحيل على الاسرار. السر ديالك انت الا قلتيه لواحد اخر غيكون صاحبك، لان هذاك صاحبك تا هو عنده الام ديالو تيثيق فيها. الام ديالو حتى هي الوقت اللي غتسمع ولدها شي ولد هذا عندها صاحب تثيق فيها، وغتعاود ليها. هذيك السيده اللي غتعاود عندها بنات عندها ولادها تثيق فيهم، تعاود ليهم، وداع السر. كذلك هو المثال، الناس هادو تيدخلوا يخرجوا في الهضره. هذاك تيقول مول الموطور تيقول انا وصلت صاحبي للدرب، الاخر تيقول لا حنا مشينا نشربوا اذا كنتو سكرانين. بحال كان سكران. هذاك مول الموطور ما بغى يصرح حتى شي حاجه، ما بغى يعترف بوالو. شاد في الاقوال ديالو، ولكن صاحبو كان سهل المنال في الاقوال ديالو. قال لك اودي انا غادي نقول لكم اللي كاين، حنا في ديك الليله كنا سكرانين، والوقيته اللي شربنا هذاك مول الموطور عنده الفلوس، باع غير الفلوس ما اللي فيه. شربوا هما بثلاثه. قال لك الوقيته اللي شربنا، قال لك جبنا بزاف ديال الشراب. قال لك هذاك صاحبي قال لي نعطيوني حقي، راه انا اللي جبت الشراب. قال لك انا جبت الفلوس وعطيتو في هاك، هذاك الشيء اللي عندي هكا. ولكن هذاك الضحيه الله يرحمه قال لك ما عندوش فلوس، وبدا تيقول لي راه ما عنديش. وقال لي ما عندكش، علاش تشرب معايا؟ الاخر اللي تيتزايد معاه في الهضره قال لي وانا قلت لك جيب لي نشرب. قال لي شنو؟ قال لك انا باغي نشرب، وتزايدوا في الهضره. قال لك هذاك الولد الله يرحمه جبد موس، وهذاك صاحبي جبد موس. ولكن من بعد شنو غادي يوقع؟ هذاك الولد اللي عنده الموضوع تيقول ودي انا الموس ما كانش عندي، خديته من عند صاحبي. اي هذا اللي تيصرح دابا بهذه الاقوال. قال لك الوقيته اللي شفتو شيء بعد ما تواجهوا اضطر هو يعترف. قال لك اودي نقول لكم اللي كاين بالفعل، انا جبت الخمر ديال المحضر ديالو اللي كانت تقريبا نفس الاقوال اللي تيصرح بها صاحبه. قال لك خديت من عند صاحبي الفلوس، وهو هذاك الضحيه قلت ليه اعطيني الفلوس. قال لك ما عنديش. قلت لي ملي ما عندكش علاش كتقول لي نجيبوا الخمر؟ قلت لك نجيب الخمر، قلت لي جيب الخمر وكذا وكذا، وتزايدوا في الهضره. قال لك هو اللي جبد عليا موس الاول. وقال لك انا خديت من موس عند صاحبي وتحامينا عليه حنا بجوج. تحميتو ليه؟ قال لك قال لك انا ضربتو بالموس اللوجه ديالو، بقيت تنضربو هنا وهنا، وصاحبي ضربو بواحد العصا كانت تمايا. فين شربتو؟ قال لك في الدار ديال صاحبي، اي في واحد المنطقه تابعه النفوذ ديال الدرك الملكي. هذاك الولد الثاني تيسكن خارج النفوذ ديال الشرطه. شربو تما في واحد الخلا. ايوا وقال لك اودي الوقيته اللي الولد طاح مات، بقات تيتركل تما حتى مات. وجداتو. وقال لك صاحبي ديالي غنهزو نحيدو من هنا، راه قريب الدار يشكو فيا كذا كذا. وفين ديتو؟ قال لك دينا حطيناه تما في ذاك حدا ذاك النحل ديال بوفلان. هذاك السيد كيف قلنا عنده ذاك النحل تيزرعو تما، كيحل حتى كيكبر وكيبيعو. ورجعنا في حالنا. ثلاثه ديال الاقوال اللي تضمنتهم المخاضر الرسميه ديالهم، اعترفوا بانهم قتلوا الولد، ولكن تيقول لك اودي حنا غير ضربنا معاه، ما كانش عندنا نيه القتل. تقدموا جوج ديال الوليدات العداله باش حاولوا يتحكموا 25 سنه لكل واحد منهم.